الكومنتات عندي دلوقتي: شاهي انت ازاي خسيتي مع اني قلت مليون مره بس ما علينا. شاهي انت ازاي فطمتي مع اني قلت مليون مره بس ما علينا. شاهي هو انت ازاي قعدتي على البوتي مع اني قلت مليون مره بس ما علينا. مفيش اهتمام بيا، مهما اتكلم مفيش اهتمام بيا. طب ما انا بقول، ما انا بعمل فيديوهات بتنيل اقول فيها، ما بتسمعوش للفيديوهات دي؟ ما بتتفرجوش ليه عليها للاخر؟ ما انتوا لو شفتوها للاخر مش هتسالوا تاني. بس الاهتمام بيا ما بتطلبش. انا هرحل بعيد عنكم. لا، نسينا السؤال المهم اللي بيتكرر قوي 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 دلوقتي. شاهي، بعد ما فطمتي التساقط بتاع الشعر قل ولا لا؟ وكنتي ازاي بتحافظي على شعرك وقت الرضاعه؟ مع اني والله العظيم قلت كتير قوي، بس لا. انتوا عارفين حكيم قال ايه في الظروف اللي زي دي؟ لو ما كنتش انت تدلعني مين هيدلع؟ خلاص اوكي. المهم، عايزين اقول لكم تاني كل الحاجات دي بالتفاصيل؟ مفيش خلق. انا هحط لكم الفيديوهات شوفوها بقى انتوا. لا، عشان خاطركم اقول لكم تاني، ما عنديش شغله منكم والله العظيم. اقول عادي. انتوا عايزين نطلع اشتغلكم واقول لكم انا خدت المنتج ده اوف واو جاب معايا من الاخر في الخسسان، خسيت عليه 900 كيلو. مش حقيقي ومش واقعي. انا خاسه سحله، خاسه تعب، خاسه مرض، والله العظيم خاسه مرض. يعني انا بتمناش اللي انا فيه الالات ده اعدائي والله. ربنا يا رب يشفي الجميع يا رب ويحفظنا كلنا. بس الخسارة اللي انا خسيته ده مش على اي منتج. لو كان في منتج والله باخده كان اسهل ما عليا. انا تقدم لي اعلانات كتيره قوي اقوم بيها، وممكن ابعت له والله العظيم اوريكم السكرين شوتس. كميه الناس اللي بعتني ان انا اعمل اعلانات لمنتجات تخسيس غير طبيعيه. بس ده ما حصلش. انا ما خسيتش باي منتج، انا خسيت والله سحله مع نفسي. كان ممكن اشتغلكم واطلع لكم شايفين ده شيتوكال ولا مش عارفه كان اسمه ايه ده بتاع، مش بقى علينا يعني. حياه افضل، رشاقه احسن. مش حقيقي والله. انا اتسحلت، عملت دايت قاسي قلت لكم عليه ساعه رمضان. ده كان بدايه خسساني اوكي. ولكن اصلا يعني انا من ساعه ما ولدت وانا بنزل في الوزن طبيعي. بنزل بالمشروب اللي انا قلت لكم عليه بشويه حركه بسيطه، وكان في بعد كده دايت جاب معايا من الاخر، وبعد كده فضلت اكل عادي طبيعي بس بقلل الكميات بتاعتي، وبقيت بقى مسحوله وتعب والادويه وبلا بلا بلا بلا. فانا خسيت كده، ومش هقدر اقول لكم حاجه تانية مهما عذبتوني. مش هعرف اقول حاجه تانية، مش هعرف. ازاي بقى فطمت؟ ده موضوع كل ما بفتكره ببقى عايزه اعيط. موضوع الفطام لا، ما كانش سهل ابدا. انا طلعت لكم مره على فكره كنت بعيط من كتر الوجع، وسالتكم لو حد يعرف الوجع ده طبيعي ولا لا، وكنت حرفيا بنهار يعني. فخطوه صعبه، وكنت فاكره ان انا وبنتي هنتاثر بيها، لكن الحقيقه هو اكتر حد اتاثر هو انا مش بنتي بالرضاعه. واثرت على علاقتنا ببعض. اثرت، بس مع الوقت خلاص يعني الموضوع خد له بتاع شهر بكده رجعت علاقتنا تاني كويسه زي الاول عادي جدا. بس في الشهر ده هي كانت مش طايقاني. عندها ممكن تقعد مع البواب ولا انهاش تقعد معايا، والله العظيم تعاملني معامله قذره، وكل ما اشوفها اقعد أعيط. الذكريات ما بحبش افتكرها. خدت الخطوه مره واحده، انه خلاص انا مش هرضع طول النهار، لاني كنت فاطمه بالليل، وقلت لكم انا فطمت بدري بالليل بناء على كلام الدكتور ان ده هيجيب لها تسوس اسنان وهيجيب لها التهاب في ودنها بسبب ان هي بترضع وهي نايمه، فبتدخل بيدخل اللبن في بقها في ودنها. فمن 9 شهور لسنه كنت بحاول افطمها ليلي. نجحت تماما في الموضوع ده قبل السنه بحاجه بسيطه. من بقى السنه لحد سنه و4 شهور بحاول افطمها فطم اللي هو بقى خالص. ودي كانت كارثه. كان المفروض اخد القرار مره واحده وانفذه مره واحده. دي غلطه ما احبش ان حد يقع فيها. الفطام قرار، زي ان لما قلت قبل كده ان الرضاعه الطبيعي قرار، الفطام برضو قرار. بتاخدي الحبايه تنشف لك اللبن، وخلاص تقعدي بقى تستحملي المداديه سوري تستحملي العياط وتدادي وتهنني وتاكلي كل الممنوعات اللي انت اصلا يعني ما ينفعش تاكلها لها. لا، اسمحي بيها علشان تنسى. انا لحد دلوقتي بنتي مش ناسيه، بس يعني مش هترضع. بس اللي هو ايه، كل شويه تفتكر تيجي كده عندي تعمل الحركات بتاعه الرضاعه دي. بس هي مش يعني مش هترضع، بس هي عايزه اللي هو ايه يعني تحس احساس من اللي كانت بتحسه زمان. او يمكن انا مفسره الموضوع غلط وايموشنال زياده عن اللزوم، مش عارفه بصراحه. بالنسبه للبوتي انا قعدت من 6 شهور. طب ليه يا شهي ام العذاب ده يا جماعه؟ انا ولايه مفتريه ظالمه مني لله، مني لله. جمعيه الرفق بالاطفال يجوا يسحبوني ياخدوني يعذبوني.
تمام. انا قعدت من 6 شهور وانا حره بنتي وانا حره. فضلت اعدادي عملت لكم فيديو كامل عن ازاي قعدت على البوتي والله بالتفاصيل، مش هقدر اقوله كله دلوقتي، اعملوا عليه سيرش. بس اللي اقدر اقوله لكم ان انا من 6 شهور بقيت قاعده على البوتي الصبح اول ما تصحى، علشان اعودها ان في يعني في تايم للبوتي. واحده 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 الموضوع خلاص انه بقينا بنقلع البامبرز طول اليوم، ولا بسولها طول الليل، ولا بسولها في وقت الخروج. واحده واحده بقينا ظبطت اللي هو طول الليل، واحده واحده ظبطت الخروج. فهو الموضوع بصوا اتاخد على مراحل مش مره واحده، وتعذبت تجربه برضو ما اتمناهاش لألد اعدائي، وعملتها بسبب ان انا بنتي جسمها حساس جدا. والناس بقى اللي فاتت يا بنتي انت بنتك عندها حساسيه من اللاكتوز، حسيت لاكتوز عشان كده لازم توقفي رضاعه، مش تقلعي بامبرز. ما هو انا لما فضلت ارضع وقلعت البامبرز بنتي كانت زي الفل. فبلاش فتي بالله عليكم، علشان والله العظيم مراتي مفقوعه لوحدها. تمام. اللي الدكتور شايفه انا عملته خلاص، وكان في يعني تشجيع رهيب كمان من الدكتوره بصراحه. ازاي بقى وقفت شعري؟ اخر سؤال بقى، شعري كان بيقع مع الرضاعه؟ كان بيقع جدا 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 مع الرضاعه، رغم اني كنت باخد فيتامين د، كنت باخد زنك، كنت باخد اسمه ايه ده، كنت باخد حاجه كمان مش فاكره، كانت حاجه شبه البيوتين كده شويه، وكنت بعمل خلطات كتير على شعري، وكان الموضوع مدمرني نفسيا. بس لما بدات نفسيتي تتحسن بدأ شعري يظبط كتير قوي، بيتساقط ولكن بدأ انه يظبط. وقفت الرضاعه شعري بطل يتساقط، بتساقط بقى اللي هو ال 100 شعرايه الطبيعيه اللي في اليوم. بس ده معناه ان كلامي اللي كنت بقوله لكم من زمان من 5 سنين كان صح. 25% من تساقط شعرنا او من يعني عذاب شعرنا بيبقى سببه الغذاء الداخلي اللي هو الاكل اللي بتاكلوه. تمام. 25% غذاء خارجي الا وهي الخلطات اللي بتحطوها على شعركم. 50% نفسيه. عشان لما كنت بقول لحد كده يقول لي انا خدت الخلطه ومش عارفه حصل ايه مع اني بعمل دايت قاسي. طب ما هو دايت قاسي يعني انت في غذاء داخلي مش مظبوط. طيب اصل انا اتطلقت وشعري بيقع بس جبت الخلطه بتاعتي ما عملتش نتيجه. ما هو عشان نفسيتك زي الزفت زي الهباب. فحبايبي يعني نفسيتي بلاش كده. انا بتكلم بسرعه جدا وبصوت واطي علشان انا خايفه شموسه تصحى تجيبني من قفايا كده. في 25% غذاء داخلي، 25% غذاء خارجي اللي انا بتحكم فيه، 50% نفسيه. لما نفسيتي هبطت وحسيت ان انا بدات ابقى حلوه وكويسه وانظم الرضاعه بشكل كويس وانظم التغيير بشكل كويس، الموضوع ده فرق معايا نفسيا، فخلى شعري يقلل تساقطه. وكنت على طول بعمل خلطه جلو اند جو، فرقت معايا كتير كتير كتير. ومش اعلان ليا لان انا قلت كل طرق منتجاتي، واللي عايز يعملها في البيت يعملها، مش شرط تشتروا من عندي. والله ما اعلان لمنتجاتي، بس بجد اعملوا الخلطه دي سحر على شعركم. ولو انتم مش عايزين تكبروا الموضوع قوي ممكن زيت النعناع مع زيت اليقطين مع زيت الارجان، سحر على شعركم. برضو يظبط التساقط ويظبط الترطيب ويظبط قوه الشعر ما يكسرهاش. جماعه كمان انا كنت راجعه طالعه من الولاده كان شعري نفسه ناشف، اطرافه محروقه من تحت. الخردل ظبطوه تماما. فالرضاعه بتفرق طبعا، ومهما خدتي من بروتينز ومهما خدتي من حاجات في الاخر طبعا النفسيه بتحكم. فبليز ما ترهقيش نفسك نفسيا. واخيرا جاوبت على كل اسئلتكم. اروح انام جنب شموستي. باي باي.